بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا في الفيديو اللي فات اتفقنا ان احنا هنكريت كذا يوزر، كذا بريفليج. وقلنا الكلام ده بنعمله لو انا عندي اكتر من نتورك انجينير في الشركة، لو انا عندي راجل فريش، لو انا عندي راجل بقاله اكتر من سنه سنتين، راجل جونيور، لو انا عندي سينيور في الشركه. فانا مش هديهم نفس الصلاحيات، مش هديله باسورد الانيبل وباسورد الكونسول واقول له عيش على السويتش. الكلام ده ما ينفعش. طيب النهارده بقى هنعمل ايه؟ اول حاجه احنا عايزين نراجع احنا ازاي كنا بنعمل يوزر نيم وباسورد للمستخدم اللي هيخش على السويتش عندي. قلنا قبل اي حاجه انت لازم تعمل باسورد على الانيبل. ليه؟ لان احنا شفنا الفيديو اللي فات اللي معاه باسورد الانيبل بيترقى من البريفليج واحد لبريفليج 15، لان اللي معاه باسورد الانيبل هو الروت، هو الادمن بتاعي. فاول حاجه هتعملها احنا لازم نفعل سيكريت باسورد على الانيبل. فهنعمل مثلا الانيبل سيكريت بتاعنا هيبقى سيسكو. وتعالى كده نكريت اتنين يوزر مثلا او حاجه. هنكريت واحد يوزر نيم مثلا هنسميه احمد، وهنديله بريفليج 10، والسيكريت باسورد بتاعه يبقى 1 2 3. وتعالى نعمل يوزر نيم للروت مثلا، نعمل مثلا يوزر كمان ونديله اعلى صلاحيه يبقى بريفليج 15 مثلا، فهنسميه مجدي ببريفليج 15، ونديله باسورد 456. طيب لغايه دلوقتي كده مفيش اي حاجه، انت ما عملتش اي حاجه خالص، انت عملت لي يوزر نيم وباسورد. يعني بمعنى ايه؟ السويتش دلوقتي بيقول لك تمام يا معلم قشطه، معايا يوزر اسمه مجدي ويوزر اسمه احمد، ده بريفليج 10 ده بريفليج 15، دول الباسورد بتاعه، ماله؟ اعمل بيهم ايه يعني؟ لازم تقول له ان الكلام ده تطلبه من اليوزر وهو بيلوجن كونسول. فلازم تخش على كابل الكونسول، فتقول له لاين كونسول زيرو لوجن. اتفقنا الفرق ما بين لوجن واللوجن لوكال. هنا هقول له لوجن لوكال، يعني هات اليوزر نيم والباسورد اللي انا سجلتهم عندك لوكالي. طيب انت اكزت كده، تعال نشوف الكلام بتاعنا اتطبق ولا لا. تعال نخش باحمد، كان 1 2 3. ايه ده؟ انا اسف جدا معلش. احمد انتر الباسورد 1 2 3. طيب شو بريفليج يا عم احمد؟ انت بريفليج 10. طيب احمد دلوقتي استعبط وعاوز يعمل كونفيجريشن، هيقول له لا استنى خد عندك، مش هتشوف الكونفيجريشن. طب احمد عايز يشوف الاي بي انترفيس بريف، يقدر يشوف الاي بي انترفيس بريف. ما تعرفش تعمل حاجه تاني، ما تعرفش تخش على الكونفيجر، ما تقدرش. اللي يخش على الكونفيجر ويكونفيجر على السويتش هو بريفليج 15. غير كده هيقول لك invalid input detect. يعني ايه invalid input detect؟ بين قوسين permission denied. طيب هقول لك حاجه، تعال كده نشوف الراجل ده يشوف الرن. ايه ده؟ مفيش حاجه اسمها شو رن، احنا اتفقنا هو مش هيشوف الرننج كونفيجريشن. طب احنا عاوزينه يشوف الرننج كونفيجريشن لسبب ما، او انا عاوز الراجل ده اللي هو ليفل 10 ده يقدر يعمل فيلان. بس هو هنا مش هيقدر يعمل فيلان لان هو مش هيعرف يخش على الكونفيجريشن اصلا، مش هيقدر يخش على المود الكونفيجريشن لان هو ليفل 10. تعال نشوف كده باحمد بمجدي اللي هو عملناه كان بريفليج 15. كون في تي كده هيقول له اه لا اتفضل تعالى انت راجل ليفل 15، انت تعمل اللي انت عاوزه. طب يشوف كده الرن، شو راننج مثلا. اه بيشوف الرن، تمام الراجل ده ليفل 15. طب احنا بقى عاوزين نغير الكلام ده. يعني ايه عاوز اغير الكلام ده؟ انا عاوز اخلي الراجل اللي ليفل 10 ده اللي هو كان احمد، معلش الراجل ده مسؤول عندي عن الفيلانات. الراجل ده هو المسؤول انه يعمل فيلان. كمان انا عاوزه يشوف الرن، عاوزه يشوف الرننج كونفيجريشن. لاسباب ما انا حصلت مشكله عنده، فبقول له بقول لك ايه وريني كده الرننج.
طب بقول لك ايه، انا عايزك تخش تشوف الستيتس بتاعت الاي بي. تمام. عاوزه لسبب ما حاجه حصلت، عايزه يكتب مثلا شو اي بي روت. انا عايزه يشوف الراوتنج اللي عندي عشان انا ناسيه، انا عاوزه يشوف الكلام ده. طيب بص يا سيدي، انا اسف، هنخش على الكونفيجر تيرمينال تاني. هقول له ايه؟ هو مش الراجل ده، مش انت عاوز احمد يكتب هنا كونفتي عشان يكونفيجر ايه؟ فيلان. انا عايزه يخش يشوف الفيلان، او يخش يكتب يعمل فيلان، او يشوف الراننج كونفيجريشن. فهقول له بص يا عم السويتش، عارف البريفليج اللي اسمها اكسكيوت؟ ايه البريفليج دي؟ اسم السويتش وجنبيه الشباك او علامه الهاش دي، ده اسمه الاكسكيوشن بريفليج او الاكسكيوت ليفل. هقول لك مالها؟ بتاعه ليفل 10. عارفه؟ اه، انا عاوز الراجل ده ليفل 10 على بريفليج الاكسكيوت يكتب كلمه كونف تي. طب كونف تي بس؟ هيكتب كونف تي، مش هيعرف يكونفيجر اي حاجه في حياته. وعاوزه يعمل ايه كمان؟ بص، هقول له عارف بريفليج، احنا دلوقتي الراجل ده كتب كونف تي، فهيخش هنا، فده احنا بنسميه الكونفيجريشن او الكونفيجر ليفل. على الكونفيجر ليفل عاوزه يعمل ايه؟ عاوزه يكتب فيلان ويكريت فيلان. اه انا اسف، هنا ليفل كام؟ ليفل 10. يعني انا هنا بفهم السويتش، بقول له يا عم السويتش على بريفليج، اول حاجه هنا على بريفليج الاكسكيوت اللي هو هنا، انا عايز الراجل اللي كان اسمه ليفل 10 ده يكتب لي كونف تي. تمام. ويا عم السويتش بعد ما الراجل ليفل 10 دخل على بريفليج الكونفيجريشن، عاوزه يكتب لي فيلان. عاوز ايه كمان؟ بص، هقول له على بريفليج الاكسكيوت ليفل 10، عاوزه يعمل ايه هنا؟ انا عايزه يشوف الرن، لان احنا شفنا فوق ان هو ما كانش قادر يشوف الرن. عايزه يشوف الرننج كونفيجريشن، رننج كونفيج. يا عم حاضر. تعالى كده نرجع ونتست الكلام بتاعنا. هنخش باحمد، كان 1 2 3. بص، تعالى نفتكر فوق، احمد كان فين؟ فوق هنا اهو، احمد هنا اهو. بص، لما دخلنا باحمد كتب شو رن، قال له invalid input detect بين قوسين permission denied. عملنا له الكونفيجريشن بتاعته والسماحيه بتاعته ان يخش على بريفليج الاكسكيوت ويكتب شو رن. بص هيكتب ايه المره دي؟ شو راننج كونفيج. اوبا، شاف الراننج؟ لا، ما شافش كل الراننج، ومش هيشوف كل الراننج. ليه؟ هو الراجل ده مسموح له يعمل كونفيجريشن في اي حته؟ مسموح له يحط اي بي؟ مسموح له يحط ستاتيك روت؟ مش مسموح له يحط الكلام ده كله. فانا ازاي هوري له كونفيجريشن هو مش مسموح له انه يعملها؟ طيب احنا عاوزين نغير الكلام ده، انا عايز اشوف الراننج كونفيجريشن كلها. هقول لك ازاي نخليه يشوف الراننج كونفيجريشن كلها. خلينا بس نرجع تاني لما كنا فوق. الراجل احمد لما دخل كتب كونفيتي، قال له invalid input detect permission denied. بص بقى المره دي هيعمل ايه؟ كونفيتي، اوبا، دخل على الكونفيجريشن. لو انت فاكر، احنا قلنا له هيعمل ايه على الكونفيجريشن؟ يعمل فيلان بس، ما تعمليش حاجه غير الفيلان. احمد دخل على الكونفيجريشن، علامه استفهام. بص، مش مسموح لك تعمل اي حاجه غير الفيلان بس. انت اخرك تقول لي فيلان مثلا اتش ار، فيلان قصدي 20، وتديها نيم اتش ار. اخرك، مش هتعمل حاجه تاني، انت مش هتعمل حاجه تاني خالص. مثلا انترفيس فيلان 20. الله، ما في ازاي؟ عشان انت مش مسموح لك تحط اي بي على اي انترفيس، انت مسموح لك بس تكريت لي الفيلان. طيب احنا عاوزين الراجل احمد ده، لو جينا قلنا له شو رن، انا معلش انا عاوزه يشوف الرننج كونفيجريشن كلها، معلش لسبب ما انا عاوز يشوف الرننج كونفيجريشن.
طيب تعالى يا عم نكزت ونخش بمجدي اللي كان ادمن عندي. 4 5 6. بص يا سيدي، بريفليج اكسكيوت، يعني يا عم السويتش على الاكسكيوت بريفليج اللي هو ده، انا عاوز ليفل 10 يشوف الرننج كونفيج. لحد هنا وتسكت، الراجل ده مش هيشوف غير دول، الراجل ده مش هيشوف غير دول. لازم تقول له ايه بقى؟ فيو فل، اعرض كله، اكزت. تعال نشوف احمد اتطبق عليه الكلام ولا لا. هنخش بقى احمد 1 2 3. الراجل احمد ده لو شو راننج كونفيج بس، نفس الكلام ولا اي حاجه حصلت، هيظهر له ده. لازم يقول له شو راننج كونفيج فيو فل، اعرض كله، هيعرض له كل الكونفيجريشن اللي عندك. فده الفرق ما بين راننج كونفيج وراننج كونفيج فيو فل. طيب ايه رايك في الطريقه دي؟ حلوه صح؟ انا عايز اقول لك ان الطريقه دي عقيمه جدا، وهقول لك ليه، هقول لك ليه في اخر الفيديو. بس في حاجه تانية انا عاوز اقول لك عليها. هو الراجل احمد ده يقدر يعمل ايه؟ الراجل احمد ده يقدر يتلنت، الراجل احمد ده يقدر يقيس اس اتش، بس انا مش عاوزه يعمل كده. ليه؟ لانه مثلا تعالى كده نكتب تلنت اي اي بي عندي، كده كده ما عنديش اي حاجه كونكتد. هيقول له ايه؟ تراينج. الله، ده بيحاول. هو انا عشان اوقع لك النتورك، انا عشان اوقع لك النتورك لازم اوقع لك السويتش ده؟ لا. ما انا ممكن اتلنت من هنا لهنا، وانا معايا اليوزر نيم والباسورد بتاع ده، والانيبل باسورد بتاعه، معايا كل حاجه، معايا يوزر بريفليج 15. هتلنت هنا، اروح موقع لك ده، وليكن ده كان الديستريبيوشن، تمام، وده كان الكور، ده الكور. فلما انا اكونكت هنا وامسح ده، انت كده مش هتعرف تعمل اي حاجه. ليه؟ انت النتورك بتاعتك كلها وقعت، لان انت مش قادر توصل للكور، لان انا وقعت لك ده. طب الحل ايه؟ الحل ببساطه ان انا لازم ملغي من عندك التلنت، والغي من عندك الاس اس اتش. طب احنا بنعمل الكلام ده ازاي؟ تعال اقول لك احنا نعمل الكلام ده ازاي. هنطلع من هنا الاول ونخش بالروت بتاعنا اللي كان اسمه مجدي 4 5 6. بص، كونفيتي الراجل اس اس اتش وتلنت ده، الاس اس اتش والتلنت كان فين؟ كان في الاكسكيوت ليفل. طيب انا مش عاوز الراجل ليفل 10 ده يعمل حاجه زي كده، مش عاوزه يعمل تلنت. نعمل ايه؟ هقول للسويتش، هقول له يا عم السويتش، عارف بريفليج الاكسكيوت؟ بريفليج الاكسكيوت مالها؟ عارف التلنت ماله؟ التلنت خليه على ليفل 15. انا اسف معلش، تلنت. انا هنا قلت للسويتش ايه؟ بقول له بص يا عم السويتش، على الاكسكيوت بريفليج اللي هو ده، انا عاوز اللي يكتب تلنت يبقى ليفل 15. ايه كمان؟ وعاوز اللي يكتب اس اس اتش برضه يبقى ليفل 15. بص، الراجل احمد عرف يكتب تلنت وتراينج على الاي بي، يعني لو الاي بي ده موجود فعليا كان عمل كونكت هنا وقفل لي كل حاجه. تعال بقى نشوف الكلام ده اتطبق ولا لا كده. اكزit اكزit اكزit. تعال نخش باحمد تاني، باسورد 1 2 3. صح؟ شوف كده علامه استفهام. ايه ده؟ التلنت فين؟ التلنت مش موجود. طب الاس اس اتش مش موجود، مع ان هنا فوق، فوق هنا الراجل ده كان بيعرف يعمل اس اس اتش، والراجل ده كان بيعرف يعمل تلنت. هنا مش هيعرف، لان انا قلت للسويتش اي حد يكتب تلنت لازم يكون ليفل 15، واللي يكتب اس اس اتش لازم يكون ليفل 15. انا كده رقيت التلنت ورقيت الاس اس اتش. تعالى كده نجرب تلنت، تلنت كده على مثلا مش هيعرف يكتب.
بص مش هيكتب تاب اصلا، يعني التلنت 192 168 واحد واحد، هيقول له invalid input detect، انا ما عنديش حاجه اسمها تلنت، او انت مالكش سماحيه تخش تلنت، permission denied. طيب كده احنا عملنا ايه؟ احنا كريتنا يوزر وغيرنا يعرف يعمل ايه وما يعرفش يعمل ايه، شفنا ازاي نخليه يشوف الرننج كونفيجريشن كامله. ايه رايك في الطريقه دي؟ انا عايز اقول لك ان الطريقه دي وحشه جدا. سيسكو نفسها قالت لك الطريقه دي وحشه جدا. سيسكو عملت طريقه تانية اسمها البارسر فيو، الرول بيزد سي ال اي. ليه؟ انا هنا قلت ان كل ليفل 10، كل ليفل 10 كلهم يشوفوا الرننج. يعني انا قلت ان كل ليفل 10 يشوف الرننج، بس انا مش عاوز كده. انا عاوز احمد بس اللي يشوف الرننج، وعاوز علي برضه يكون ليفل 10 ما يشوفش الرننج. طيب انا عايز احمد بس اللي كان ليفل 10 يشوف يعمل فيلان، بس مش عاوز علي يعمل فيلان. بمعنى ايه؟ تعالى كده نشوف. مثلا اكزit من هنا ونخش بمجدي 4 5 6، وتعالى مثلا نعمل يوزر تاني، يوزر نيم مثلا علي، بريفليج 10 برضو، وهنخلي السيكريت بتاعه 7 8 9، ليفل 10 زيه زي احمد. اكزit، اكزit، تعال نخش بعلي 7 8 9، علي 7 8 9. حلو. شو كده الرننج كونفيج فيو فول، ده علي اتطبق عليه. طب يا عم علي، خش كده على الكونفيجريشن تيرمينال، اعمل فيلان اي اسم، اي رقم قصدي، معلش. عمل فيلان، انا مش عاوز كده. انا قلت ان احمد بس، احمد بس. لا انت ما قلتش احمد بس، انت فهمت السويتش فوق ان اي واحد ليفل 10. انت هنا فوق قلنا اي واحد ليفل 10، قلنا اي واحد ليفل 10 هو اللي يشوف الرننج. تعال نشوف احنا قلنا ايه اهو. قلنا ان اي واحد ليفل 10 هو اللي يشوف الرننج، بس انا مش عاوز كده. انا عاوز احمد بس اللي يشوف الرننج. طب انا عايز علي بس اللي يعمل فيلان. الطريقه دي هنعملها المره الجايه ان شاء الله، طريقه اسمها البارسر فيو، وهشرح لك البارسر فيو يعني ايه. لحد هنا عشان مش عاوز الفيديو يطول اكتر من كده. دايما تكون عارف الايه الكريمه، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى. ذاكر كويس، ربنا معاك، وربنا يكرمك ان شاء الله. اي سؤال اسالني في الكومنتات. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.